سلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن الفنان القدير سيد عبد الكريم. سيد عبد الكريم فنان بدرجة دكتور. صلى على النبي، كل مننا بيصلي عليه ويلا نحكي الحكاية. اتولد سيد عبد الكريم في الإسكندرية، واسمه بالكامل سيد حلمي محمد عبد الكريم. دخل كلية الزراعة وتخرج منها بتقدير، وسافر لألمانيا، خد لنا الماجستير والدكتوراه، ورجع اتعين في الجامعة أستاذ عشان يدرس للطلبة علم الآفات. لكن زيه زي كل الفنانين العظماء كان بيحب الفن من وهو صغير. تخيلوا، بعد ما اتخرج وبقى أستاذ في الجامعة قد الدنيا، راح درس في معهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وسيناريو عشان يبقى راجل أكاديمي ودارس الفن على أصوله. واتخرج وحس إن هو شطور، طلع الأول على الدفعة وتعين في مسرح الجامعة. وبسبب شغله المستمر في المسرح اضطر ينتقل من الإسكندرية للقاهرة. وأول عمل اشتغل فيه في السينما كان كتيبة الإعدام مع نور الشريف. أما بداية ظهوره في التلفزيون فكان في مسلسل القاهرة والناس، واللي كان سنة 1967. كل أعمال سيد عبد الكريم كانت أعمال محترمة وهادفة. طبعا ما ننساش دوره في مسلسل ليالي الحلمية لما كان طالع المعلم زينهم السماحي، وده الدور الأشهر ليه واللي علق مع الناس. وكمان مسلسل الفتى الطاير، ومسلسل الشهد والدموع، ومسلسل عبود أفندي، والراية البيضاء، ودور المهم المقدس بشاي في مسلسل خالتي صفية والدير. لو لاحظتوا كل أعمال زينهم السماحي أو سيد عبد الكريم كانت أعمال مميزة جدا، ومسلسلات حققت نسبة مشاهدة عالية جدا. رصيد الفنان سيد عبد الكريم الفني كبير جدا، أكتر من 150 عمل فني بين سينما وتلفزيون ومسرح. ارتبط ارتباط وثيق بأسامة أنور وكاشة. لو لاحظنا غالبية مسلسلات سيد عبد الكريم كانت من تأليف وسيناريو أسامة أنور وكاشة. في مرة من المرات المنتج استبعده من عمل لأسامة أنور وكاشة، وده زعله جدا لدرجة إنه جاب له جلطة، وراح يستنجد بأسامة ويقول له إنه لازم يتدخل عشان يرجعه المسلسل. لكن أسامة للأسف ما قدرش يعمل له حاجة، ودي كانت زعلة كبيرة قوي بينه وبين أسامة أنور وكاشة. سيد عبد الكريم كان راجل بيتوتي جدا، اتجوز مرة واحدة بس من بنت خالته، خلف منها 4 بنات: أمل وإيمان وأمنية وإلهام. بنته إيمان عبد الكريم صحفية مشهورة وذائعة الصيت. عيلته بتمتلك قهوة كبيرة في منطقة الإسكندرية، هي قهوة عبد الكريم. آخر أعماله كانت فيلم الغرفة رقم 112، ده كان سنة 2011. وتوفى بعديها على طول بكم شهر، ده كان سنة 2012، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجأة. وللأسف ما قدروش يسعفوه، ولقى ربه وساب لنا رصيد فني كبير وسيرة عطرة. دي كانت همستنا النهاردة عن القدير سيد عبد الكريم، وأنا أختكم همسة، ودي قناتي. من فضلكم ادعموني باللايك والاشتراك في القناة عشان تكبر بيكم وليكم. شكرا جزيلا.